الخير، كيفكم؟ كيف صحتكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كل عام وانتم بألف خير يا رب، ينعاد عليكم بالصحة والسلامة. طبعا اليوم تاني يوم العيد، ومبارح ما عيدت انا واولادي. اليوم كنا حبينا نطلع انا واولادي عشان هيك نشعر ايام العيد، لانه هون بألمانيا ما فيش عيال، وما في يعني هيك اجواء حلوة مثل الاجواء بسوريا. يلا رح نورجيكم يومنا الكامل انا واولادي ان شاء الله. الله راد ويسر. طبعا اكيد ما راح ادبلج هالفيديو علشان يكون حلو باخطاء وعثراته وهيك يعني. ويلا بينا نبلش. طبعا اول ما نعكس كاميرتنا كيف هيك بتصير. طبعا هلا هاي طلعنا من مدخل بيتنا من هون، ايه بنايتنا. اوه نسيت المفتاح. طبعا هلا وصلنا من نص الطريق، بعدنا بالحارة يعني ما رح نقدر نصور يعني. صعب، وبدي لازم امسك فرام لانه جاي سيارة، لانه اذا ما ضربت فرام راح افوت بالحيط وافوت بالسيارة واوقع. هذيك المرة من الفيديو الماضي كنت عم اصور، جيت وقعت الحمد لله. وهلا ماما يوسف ابراهيم سلموا على اصدقائنا. الو. انا اليوم بجوز راح اسوي فيديو، اذا بدكم تسووا لي لايكات. ابراهيم خلانا واذا ابراهيم. بدكم تسوي عندكم مين. يلا. وهلا نحن مقلعين على البسكليتات، وان شاء الله يكون نهارنا حلو يا رب، وبنتمناكم يا ريتكم تكونوا معنا، كان عزمناكم على الشاورما كمان. ايه يلا يا جماعة، راح البابل اضطر تي. اسكر وبرجع بس بسوي فيديو بمكان تاني ان الله راضي ويسر. ماما اه يا ماما. ماما بأبو. وهاي البابل تي تبع الاولاد، ما بعرف شو هي البابل تي طبعا، يعني انتاني ما بعرفها مثليكم يعني، جديد متوحمل اللي عليها اولادي. وصايرين بدن عايزين جورينجو. ايه وهلا ماما تبعت واحد ريجن بوغن. شوف من في واحدة أحمر. ورجيني كتير لونهم حلو، شايف؟ ايه أنا سويتها هيك. لك انت فنان. هوندا هاي. طعميني شوف. احلى شي انه الام بس تقعد تاكل اكلات اولادها بتكيف. هلاك بس نخلص هاي المرحلة بنروح على مرحلة شو الشاورما. تفضلوا نعزمكم معنا على الغداء. ايه وبعدين على البوظة، وبعدين على أول وين؟ واحد بيشوف الفيديو بيكون إنسان كثير منيح. يلا ليه صحة وانا يلا. واشتروا قطافيلي هدول، احلى الوانهم، كتير طيب، حامض هيك يعني. طبعا بعدنا جالسين يعني عم نستجم هلا. يعني دليل سياحي لاولادي هلا في اليوم. هلا حان وقت الشاورما، عادي هيا يا اطفال على الشاورما. ايوه ما احلى الجو. لا احلى شي رح تلبس جاكيتة كمان عشان اشوب اكتر. الجو كتير حلو رايق. لا اليوم الحمد لله النفسية كتير حلوة. مبسوطة كتير لأني طالما أولادي مبسوطين أنا مبسوطة. ها يا ماما يلا يا حبيباتي يلا يا عمي. إيه لأنه هون نحنا هون ما فيش حدا، نحنا ما بنروح على حدا ولا حدا بيجي لعنا. بنزهق، ما فيش يعني عنا عيال مثل بالشام، مثل بمصر، مثل باقي الدول العربية العالم تروح تزور بعضها. هون ما في حدا. عم اقول لهم لاولادي تعالوا ما نروح نزور رفيقتي، ما مخلوني. رفيقتي هيك يعني هي الوحيدة اللي بروح ازورها. طبعا هون تكاسينا انا واولادي، هي تاكسي تبعيتي. تاكسي ابن ابراهيم، تاكسي ابن يوسف. ان شاء الله عقبال يوم نجيب الاودي. اه يا ما ايه شاورما، خلوا بسكليتاتكم يوم.
طبعا هون هذا المحل كتير فيه شغلات حلوة ورخيصة، بس هلأ حاليا ما راح افوت اتسوق، بس هيك مشان ما احمل شي، ما بدي احمل اي غرض معاي، بس اليوم هيك سياحة بنروح نتسيح، سيحكم معي. طبعا هذا المحل محل شاورما عربي. آه عندهم شاورما كتير طيبة، بس الفروج مو طيب عندهم. آه شو بدنا نسوي؟ ما في عنا خيار. لو في عنا خيار تاني الواحد بيروح، بشكل ما في غير هو فاتح هون شاورما بهاي المنطقة. يعني في محلات بس مو هذا. الشاورما التركية مو طيبة، ما بتتاكل، ما بحبها. انا بدفع للشاورما شايفين مع 2 يورو. يي ابني بده يوفر علي معاه 2 يورو، بده يوفر علي حق الشاورما. يلا بدكم تاكلوا، مو تخلوني اجيب وما تاكلوا. اول شي نروح على النتو، اول شي بنروح على النتو نجيب كولا ونجيب مي، وبعدين نيجي لهون. يلا. نعم. ايه اول شي بدنا نروح على النتو بالاول مشان نجيب كولا ومي، لانه هون كتير غالي. يعني بياخدوا يعني نجيب البيبسي، قصدي البيبسي ب50 سنت بنشتريها من النتو، هون بنشتريها بيورو ونص. إيه حرام بوفر هيك فيهم. تعال يا ماما، تعال. بعدين الأم اقتصادية بتحسبها على كل شيء. طبعا ما تقولوا عني بخيلة، ماني بخيلة، بس إنه ليش يعني نحن أولى فيها. إيه. آه فوتكم معي على النتو هلك شوي، هون بنشوف شو بدنا نجيب من النتو أنا وأولادي. إن شاء الله أتذكر شو بدي أجيب، شو بدي أجيب. طبعا ما بعرف تصوير كيف، بس أنا عم بمشي سريع، يعني لازم الواحد مشان يتسوق هيك يكون التصوير واضح. بس أنا عارفة شو بدي، هدفي، لأنه إذا بفوت هيك هنا هيك بصير بدي أشتري. أحسن شي الواحد يروح دغري لوين؟ على الهدف تبعه. ونحن هون هدفنا إنه نشتري كولا. رح أشتري وحدة من هاي كاملة، خلاص. هاي 4 حبات منيحة. وبس. يلا تعالوا ياما. وشو كمان؟ ايه لا ما بدنا، هاتوا مي. ايه صحيح. لا مو هاد. ياما هاي لانه طرد، رح ناخذ طرد ياما، ما رح ناخذ، انا ما بحب المندرين. طبعا هلا هيك اخذنا البيبسي واخذنا المي، هلا رح نروح على الحساب. على الكاسة طبعا. طبعا هلا اجينا هون على المطعم، جهزنا اغراضنا وعم نستنى الشاورما لتشرب. ايه هلا بس تيجي الطلبية بنسكوكم شو طلبنا. طبعا هاي جت وجبتنا، شاورما تبعتنا، لانه اولادي ما بياكلوا كثير، مشان هيك ما طلبت كثير، لانه حرام بزيد هذا كله. تعال تفضلوا كيلو معنا شاورما، ويلا رح اغوص بالشاورما. بس نخلص اكل ونعمل جولة تانية، ما بنعرف وين بدنا نروح هلا. تفضلوا كيلو معنا. اهم شي اللايك، ما تنسوا لنا اللايك. اذا عجبكم صحن الشاورما حطوا له لايك اذا بدكم. هلا هون اجينا البول فولت عشان اجيب حزام لابني، بس شلون بدي اعرف انه اذا في عندهم حزامات؟ تعال نشوف قسم الاطفال، هذا تبع رجال كبير، بس هون عام قسم الاطفال ما بعرف. ان شاء الله الاقي يا رب.
بدنا نسأل شي موظفة هون، هي بدلنا سما اتعذب لأنه لازم يكون تبعون أطفال في عندهم هون. ماما نعم ياما. تقدر تجيبي هالعيد؟ أجيب هذا للعيد؟ جبتلكن للعيد. ايه بس صارت كمان حلو. ورجيني. لا يا محزير. ليش؟ ليش؟ لأنه القماشة شيته مو منيحة. طلع هذا مو بس قطن. هاد انت جبتلك جبتيه. مثله. ايه شو؟ هاد طبعا. الرابع. هاي أنا وأولادي متشيكين. ايه اللهم صل على سيدنا محمد. هات لنشوف هنا. بس شفنا شي موظفة نسألها. يوسف ياما روح اسأل شي موظفة على هدول الحزامات. يلا تعالوا. منين بدي اجيبه؟ الو. اوه شوف السلات، لانه سلة ابني ابراهيم شيت البسكليتة شيته بالمرة صايرة خربانة. شوف له وحدة قديش سعرها 8 يورو. ركزني ياما. ياما هاي بتوجع الاذان ياما، ما بصير. هاتوا لا نشوف. نعم ياما. معك خبر ياما ابراهيم؟ شفت شلون بس شلون بتضر الاذان هذا ياما؟ ما بصير. هلك هون في تبع رجال بس ما في، ما اظن تبعون الصغار الاطفال، ما بعرف شو اسمهم كمان. اوف شو بدي اسوي بهيك حالة؟ لاخذ واحد لابني بس المشكلة انه كبار. ماما انا حبيت. نعم ياما. انا حبيت مدري ليش هاد. انت حبيت مدري ليش. وهات ياما هذول كبار. وهات وهات. شو اسمه هذا؟ اقرا لي ياما يوسف شو اسمه. وهاد اكيد جوتل. جوتل. جوتل ايوه. خلص هاي اعطيتكم معلومة بالالماني. اسم حزام البنطلون جوتل. هذا نشوف هذولا. هذا قسم رجال بس بدي اشوف لي شي وحدة. ايه يا هاي وحدة مسؤولة بدي اسأل. هلا نشوف. معلش ما راح اصور، راح اعكس الكاميرا. hallo, Entschuldigung, haben Sie Gürtel für Kinder? Gürtel, die sind hinten, müssten in der Kinderabteilung sein. Ja. قالت لي فيه بس هنيك ناحية الكندا. بس وين؟ تعال شو؟ رجعتني لهون بس وين بدي الاقيهم؟ ابتايلن. وين هاي ابتايلن؟ يوسف وين هاي بتصير ابتايلن؟ يعني وين كندا ابتايلن؟ ليه؟ جوتل. وين الجوتل؟ يه Hallo, Entschuldigung. Weißen Sie, wo Gürtel für Kinder? Was ist? Gürtel. Was bedeutet Gürtel? Diese. Ah, Ja, für Kinder. Weil ich frage diese Frau. Und ja. ابراهيم روح قولي لها انه ما في مجال تيجي تدلينا. يوسف هلا بدي اجيب لهم جرابات للاولاد. يوسف قديش انت صارت نمرة اجريك؟ يمكن انت هذا صار مناسب لاجريك. 38 او مدري شو. 38 او 37. اخذ لك فيه ابيض ولا؟ جيبي هالجرابات.
شو هاي الأجراب؟ لا هاي ماشية كندا ياما، مو حلوين. دي مع أحمر. مع أحمر أنت الثاني ياما؟ خد الأحمر. لا ما بصير مع أحمر. خد الأزرق. ناخذ خد لهن. الأزرق. هذا لإبراهيم. قديه نمرة إجرك؟ هون نمرة إجرين إبراهيم. هاي 38 35 هدول بيجوا لإبراهيم. وهاي 39 42 كمان بيجوا ليوسف هدول. لا هاي كبار. صار عندي طابة ولح ألعب فوتبول. لك هدول إبراهيم 35 38 هدول خرج إبراهيم. بس خرج يوسف. تاخذ لهم اثنين نفس بعض هون. يلا هاي اشترينا. وشو كمان؟ ليش تعال ماما يلا حاجة هلا رح نروح لتحت. هلا نروح نحاسب. ياما شوي شوي على الدرج ماشي. شوي شوي يابا. مبسوطين؟ مبسوطين اليوم كتير؟ يلا نروح نحاسب. شوف الديكورات هون بتجنن يعني حلوين. أحلى هدول. إيه يلا يلا يا ما حطهم على الكاسة. خد يوسف حطهم على الكاسة. اشتري هاد. لا مو مدري. بدي اكل البابا. اوكي لا ما مو مدري. حطه على جنب وخذ اللينك اللي اشتريتها بالاول وروح حاسب. يلا طبعا جبناهم هدول. لازم يحطوا لمساتهم. فوتبول عشان يروحوا على جنينة هلا يلعبوا. واكلين وخلاص ولا عم نستنى العربية. هاي هلا اشترينا ايس كريم انا واولادي. بحب الفراولة. دوق ابني بحب يدوق. ايه هاي جينا هون محل بوزة كتير طيب. البوزة فيه نفس اللي سوا عندي هيك. بصير دوق مرة. بصير دوق مرة. دوق. بصير دوق منك. اولادي بيحبوا يدوقوا من بعض. ايه هذا شارع هون تاني. احنا هلا طبعا رايحين على البيت. طبعا مو رايحين على البيت راح اخذهم على جنينه شوي يلعبوا لانه اشتريت لهم فوتبول. هاي البنايه العاليه فيها هون مدرستي نفسها. وفي بالبنايه العاليه هاي البيضاء. وهون الدكتور تبع الاطفال اللي بيجيبوا اولادي لعندهم. تعالوا تفضلوا نطعمكم بوظه. اهم شيء اللايك. ها يا ما اذا بتنسوا اللايك لا ازعل منكم. ايه هلا جينا. هلا نحن رايحين على طريق البيت. بس هون في ناس جايين يتسيحوا. سكروا الطريق قدامي. نزلوني من على البسكليتة. كلوا لي شو بتكرهي بقول لكم. بس يكون عم بسوق واجي انزل على البسكليتة. بيكون الطريق حلو واضح قدامي. نص الشارع موقفين. ايوه هلا بطلع على الحشيشات. جاي ياما. هلا رح اخذ الاولاد على الملعب عاديت. وهيك بكون اديت واجبي مع طفيلي بيوم هالعيد. ان شاء الله بنعاد عليكم يا ربي بالصحة والسلامة. الله يسعدكم يا رب. هلا بدي اتصل على رفيقتي بلكي بتجيب اولادها كمان. خلينا نقعد وننبسط وهيك. يا ما ديروا بالكم تقطعوا الشارع لحالكم. استنوني عند اول الشارع ماشي. يلا هلا هون ملعب تبع كرة للأطفال صغير بس حلو يعني. اشتريت لهم طابة. هو عندهم 3 طابات بالبيت يوسف. بس ابني إبراهيم متعلق كتير بالفوسبال. قلت خليه يجي يفرغ الطاقة اللي فيه يعني هيك. لأنه نحن أنا صالوني صغير
إيه ما بياخد راحته بالفوتبول. إيه هون هيك بفرغوا طاقتهم، بضرب الفوتبول قد ما بده. حاطين له شبك هيك مشان الفوتبول ما يطير لبرا. مرتاح شوي لأنه تعبت بالفعل والله. صلي يعني صرنا كتير عم نمشي، وذاك راح يلعب لحاله. ايه إبراهيم ابني مو متعلق بالفوتبول، ما بحبه. أحلى صوت الطبيعة هيك، صوت عصافير، ما تسمع غير صوت عصافير. الحمد لله هلا أولادي أكلوا شبعانين وكل شي. هلا بروح على البيت بحط شغلهن التلفزيون، بكون فرغوا طاقتهم وشبعوا، وأنا هلكانة. حط يعني بدي أقعد كمان أدرس مشان شهادة السواقة. نعم هي ما اشتراك. شوفوا ابني قديش شاطر، تسلق لفوق كتير كتير. ماما بقول عشان هدول بيقدروا يسووا هيك. امم استني بامجيكم. طبعا ابني بحب يعني بحب يضرب هالضربة هاي. ايه ايوه برافو. اوه كتير حلوة. لازم نشجع اولادنا، قال يعني حتى لو ما ضربوا منيح بس معلش لازم لازم هيك ياخذوا باور عالي انه هن ابطال، عشان يعملوا شيء احلى كمان، يحاولوا يبدعوا على طول. اهم شيء انك ترفع من معنويات ابنك، بس انه يعني بس يكون عم يسوي شيء انجاز حلو، يعني ما تقولي له ما حلو لا هذا الشيء حلو وهيك، يعني انه هذا الشيء مو حلو مو ظابط لا ظبط اكثر. يعني حتى لو ضربة فاشلة بس المهم تكون حلوة. اوه برافو. سويتها هيك عند راس ابراهيم امم وبعدين شت جول. ما اشتراك. الله تعرفوا انه ابني كل يوم بشكل لي بنطلون جينز، كل يوم كل يوم. بحياة امكم حدا يقول لي شو الحل مع ابني هذا؟ شو بدي اسوي مشان البناطرين الجينز اللي عم بيشكشكها كل يوم؟ قسما بالله كل جمعة بشتري له بنطلونين، كل جمعة بشتري له بنطلونين. شو اسوي انا بهيك حالة يا جماعة؟